بنرحب بكل متابعينا، فأهلا وسهلا بحضراتكم. مصطفى لطفي المنفلوطي هو أديب مصري مشهور في عالم الأدب والإبداع. بيتميز بأسلوب أدبي فريد وقدرة لغوية كبيرة. اتولد مصطفى المنفلوطي سنة 1876 في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. والده كان من أسرة معروفة بالتقوى والعلم، نبغ فيها عدة قضاة شرعيون وعلماء وأدباء. التحق مصطفى المنفلوطي بكتاب القرية فحفظ القرآن الكريم كله، ثم سافر إلى القاهرة لإكمال دراسته في جامعة الأزهر، واللي درس فيها لمدة 10 سنين. اتعلم الفقه والحديث الشريف والتاريخ والقرآن الكريم واللغة العربية وغيرها من العلوم. كان المنفلوطي حريص على قراءة الكتب التراثية. اتعرف المنفلوطي في شبابه على الإمام محمد عبده، وبدأ يحضر حلقاته بانتظام في الجامع الأزهر، واستمع إلى دروسه العميقة في الدين والأدب والسياسة والفكر. وبعد وفاة محمد عبده رجع المنفلوطي لبلدته، وكان في أوائل الثلاثينات من عمره، وأمضى فيها 2 عام زادت فيهم حصيلته الأدبية، وبدأ الكتابة والتأليف. نشر المنفلوطي نصوص مكتوبة في العديد من المجلات مثل مجلة الجامعة والهلال. وفي عام 1907 بدأ ينشر نصوصه بشكل مستمر في جريدة المؤيد. ثم جمعت هذه المقالات تحت عنوان النظرات، وتم نشر هذه المقالات في 3 أجزاء. كما نشر مجموعة من القصائد الرومانسية تحت عنوان مختارات المنفلوطي. ثم نشر سلسلة قصص العبارات، وهي مجموعة من القصص الهادفة والتربوية، منها ما هو موضوع ومنها ما هو مقتبس عن الفرنسية. وغلبت عليها صبغة الحزن، وتم إعادة طباعتها عدة مرات. ترجم المنفلوطي عن الفرنسية رواية في سبيل التاج، كما ترجم رواية بول وفرجيني تحت عنوان الفضيلة، ورواية تحت ظلال الزيزفون بعنوان مجدولين. اتوفى المنفلوطي سنة 1924 في صباح يوم عيد الأضحى. ورثاه عدد من شعراء الوطن العربي، منهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.